بما إنك دوست على الفيديو ده، فغالبًا أنت نفسك تبقى من ال1% اللي بيوصلوا لنجاحات كبيرة أغلب الناس مش بيوصلوا لها، ولو أنت كده فعلًا فاحب أقول لك إنك كده دخلت الفيديو الصح. مصطلح ال1% بيتقال على الناس اللي نفسهم يوصلوا لحاجات كبيرة، وبيكونوا إما ناس ناجحين فعلًا أو على طريقهم للنجاح. ممكن إن هو عايز يكون ناجح في رياضة معينة، أو إن هو يكون ناجح في الbusiness فبيكون مليونير أو ممكن بليونير كمان، أو نجاح علمي، وهنا ما أقصدش طبعًا اللي هو النجاح في المدرسة أو الكلية، أقصد إنك أنت تكون صاحب علم كبير بتنفع بيه الناس، وإنك أنت تكتشف حاجات جديدة أو تخترع حاجات وكده يعني، أو إنك أنت تكون ناجح دينيًا، تكون شيخ كبير مثلًا في المنطقة أو حتى في بلدك أو العالم الإسلامي كله كمان، أو إنك أنت تكون قارئ متميز أو حد بيدي دروس بطريقة بتحبب الناس في الدين وتعرّفهم أكتر عن دينهم، وده يعتبر نوعًا ما مرتبط شوية بالنجاح العلمي ولكن في اختلافات بسيطة يعني. طب أنت إزاي دلوقتي تبقى من ال1% اللي بيوصلوا للنجاحات الكبيرة دي اللي 99% من الناس بيفشلوا إن هم يوصلوا لها؟ والفيديو ده هيكون أول جزء من الموضوع ده، وهاتكلم عن إنك أنت إزاي تفكر زي ال1%. عشان تبقى من ال1% لازم تفكر زي ال1%. طب هم بيفكروا إزاي بقى؟ أول حاجة هتآمن بقدراتك. ال99% من الناس بيشككوا في قدراتهم ومش مؤمنين إن هم يقدروا يعملوا الحاجة دي، بيقعدوا يقولوا لنفسهم كلام من نوعية إن أنا مش هاقدر أعمل الحاجة دي صعبة عليَّ، ما حدش عرف يعملها هاعملها أنا يعني، والكلام ده مش دايمًا بيقولوه بلسانهم، بل بيكون قناعات مزروعة جواهم، إن هو مش هيعرف يعمل الحاجة دي، إن هو فاشل، إن هو مهما يعمل إيه هيفضل فاشل طول عمره، وبيفشل في أي حاجة يبدأ فيها. كل دي قناعات بتقتل الثقة في القدرات الذاتية، اللي هو يبقى بادئ في الحاجة وحاسس إن هو هيفشل فيها من قبل أمّا يبدأ. طب ما طبيعي أنت لو حاسس إنك أنت تفشل هتفشل فعلًا، والأسوأ من كده إن هو يا ريته حتى بيفشل مع نفسه، لأ هو بيحاول يسحب اللي حواليه كلهم إن هم يفشلوا هم كمان. طب ليه طيب بيعمل كده؟ عشان ده يكون عذر ليه هو، عذر لكسله، عذر لفشله. طب بُص يا عم كل اللي حواليّا هم فشلوا، هو مش أنا بس يعني، أو اللي هو إن ما حدش عرف يحقق الحاجة دي فأنا اللي هاعرف أعملها يعني، دي كلها حجج وأعذار بيحاولوا يختلقوها ويحاولوا يفشلوا اللي حواليهم عشان يقدروا فعلًا يقولوا العذر ده. على الناحية التانية ال1% بيبقى مقتنع تمامًا إن هو يقدر يعمل أي حاجة، مقتنع إن هو لو حط تركيزه في حاجة معينة هيقدر يحققها، حتى لو فعليًا هو مش هيقدر يحقق الحاجة دي، بس بيكون عنده ثقة عمياء في قدراته الشخصية إنه يقدر يحقق الحاجة دي. وفي حالة إن هو منطقيًا وبالمعطيات كلها هو مش هيقدر يحقق الحاجة دي، اقتناعه التام بقدراته الشخصية ممكن فعلًا يخلّيه يحقق الحاجة اللي هي تبدو مستحيل إن هو يحققها، وحتى لو فشل فهو بيبدأ يقول لنفسه أنا دلوقتي غلطت، وأنا لازم أتحمل مسؤولية الغلط ده، وأعرف إيه الغلط اللي أنا عملته بالضبط عشان أصححه. وهي دي تاني حاجة أنت لازم تعملها، اقبل الفشل. ال1% أيوه بيآمن بقدراته وإن هو يقدر يعمل أي حاجة لو ركّز فيها فعلًا، بس في نفس الوقت مش بيخلّي الموضوع ده يوصل معاه بغرور يخلّيه يرفض إنه يتقبل فكرة إن هو فشل في الحاجة دي، وإن هو السبب في الفشل ده. لإن بعض الناس بيكون بيؤمن بقدراته فعلًا، يعني بيكون عمل أول خطوة بس تاني خطوة بيفشل فيها، إن هو لمّا ييجي يفشل يقول لك لأ أنا أكيد مش هافشل، أنا باعرف أعمل أي حاجة، أنا باعرف أنجح في أي حاجة. بيكون عنده غرور كبير جدًا يمنعه إن هو يتقبل الفشل ويرجع يرمي الفشل ده على غيره أو أي ظروف تانية حواليه، وده طبعًا غلط. وبعدها يروح يعمل نفس الحاجة تاني بنفس الخطوات ويفشل نفس الفشل، لإن نفس المعطيات هتدّيك نفس النتيجة، 1+1 عمرها ما هتساوي 3، دايمًا هتساوي 2. ما تتوقعش إنك أنت تفضل تكرر نفس المعطيات وتستنى نتيجة مختلفة، دي أغبى حاجة ممكن تعملها في حياتك وأكتر حاجة هتضيّع وقتك ومجهودك. لمّا تفشل حاول تعرف إيه الغلطة اللي أنت عملتها، إيه الحاجة اللي أنت كنت مقصّر فيها، مثلًا أنا الحتة دي ما ركزتش فيها أوي، الحتة دي ما كنتش متدرب عليها أوي، الحتة دي كنت لازم أقرا عنها أو أذاكرها أكتر، وهكذا. لمّا تتقبل الغلط بتاعك وتبدأ تتعلم منه، ده هيساعدك إنك أنت تنجح بعد كده إن شاء الله. أمّا ال99% مش بيقبلوا الفشل، بيخافوا منه، بيكرهوه، مش بيحبوا يواجهوا حقيقة إن هم ناس وحشة محتاجين لسه يضبطوا حاجات كتير، وإن هم لسه مش عارفين حاجة ومحتاجين يتطوروا. دايمًا بيحب إن هو إيه، أنا مش هاحاول عشان ما أعرفش إيه حدودي فعلًا، ودي حاجة طبيعية شوية إن الإنسان مش عايز يعرف إن هو شخص سيء، إن هو لسه في مكان وِحِش، لسه جاهل، لسه محتاج يتعلم، لسه محتاج يتطور. ده شعور سيء فعلًا، بس أنت لو ما واجهتش الشعور ده فأنت عمرك ما هتتطور. والأسوأ من كده إن هم مش بيخافوا بس من الفشل، هم بيخافوا من نظرة الناس على فشلهم أو كلام الناس على فشلهم. يعني على سبيل المثال إنك أنت واحد عايز يعمل قناة يوتيوب، فتبدأ تقول لنفسك طب افرض يا عم فشلت وما جبتش views بعد مثلًا شهرين 3، فاللي هو هيبقى منظري عامل إزاي قدّام أهلي وأنا فاشل كده وحاولت أعمل يوتيوب وفشلت مثلًا ما جبتش views والكلام ده. المشكلة في الشخص ده إن هو مش عارف إن الفاشل الحقيقي هو اللي مش بيحاول أصلًا، أو اللي هو بيحاول مرّة يفشل يقوم مستسلم، ده الفاشل الحقيقي. أمّا الشخص اللي هو بيحاول ويُقع، يحاول ويُقع، يحاول ويُقع، يفضل يعمل كده لحد أمّا ينجح، ده عمره ما اتسمى فاشل، اسمه شخص في طريقه للنجاح. فاللي بيخاف من الفشل أو بيخاف من حكم الناس على فشله، بينتهي بيه الأمر إن عمره ما بيحاول ولا بيوصل لأي حاجة. هو تجنب الفشل تجنب الناس يضحكوا على فشله برضه بس على الناحية التانية هو خلّى نسبة نجاحه 0%، ما فيش نسبة نجاح، هو قتل أي فرصة إنه ينجح فعلًا في حياته. أمّا ال1% مش فارق معاه مين هيتكلم، مين هيضحك، مش فارق معاه يفشل والّا ما يفشلش، هو كده بيسعى لحاجة وهيفضل يحاول فيها لحد أمّا ينجح ويحققها فعلًا، وعارف إن كل واحد هيضحك عليه أو هيقول له كلام سلبي ما هو إلا شخص كسول مش عارف يحقق اللي هو عايزه، فبيحاول يسحب اللي حواليه إن هم يكونوا ناس كسلانة وفاشلة زيه، وعارف إنه هيسمع كلام سلبي من نوعية يا عم كبّر دماغك،
كان غيرك عملها، بس يا اسطى الموضوع ده صعب أوي، يا عم الموضوع ده عايز شغل كتير وممكن تفشل فيه برضه. هُم بيقولوا الكلام ده عشان هُم مش قادرين ولا هيقدروا يحققوا الحاجات اللي أنت عايز تحققها، لإن سقف طموحاتهم هنا وأنت سقف طموحاتك هنا، فعلو سقف طموحك ده بيخلّي ما عندهمش أي مبرر لفشلهم وكسلهم، لإن هُم كده عارفين واحد اللي هو أنت يعني قادر إن هو يوصل للحاجة دي وبيسعى ليها فعلًا، فهو قدّام نفسه كده هيقول طب ما أنا دلوقتي أعرف حد يقدر يعمل الحاجة دي فعلًا، أنا بقى إيه المبرر بتاعي إن أنا ما اعملش الحاجة دي؟ فيبدأ يحس بالعار، فيعمل إيه بقى؟ يقوم يسعى للحاجة دي عشان يحققها هو كمان ويعلّي سقف طموحاته، لأ، يسحبك أنت بقى، يحاول يقلل من سقف طموحاتك، يحاول يفشّلك ويخلّيك كسلان زيه على قد ما يقدر، فيبدأ ينزّل من سقف طموحاتك بدل ما يعلّي سقف طموحاته هو، وأنت عمرك ما هتقدر تغيّر طبع الناس اللي حواليك، عشان كده كنت بأكد على النقطة دي الفيديو اللي فات، إنك أنت لازم تختار الدايرة اللي حواليك صح، لإن لو دول ناس طموحة زيك فأنت سقف طموحاتك عالية، هم سقف طموحاتهم عالية، فأنتم الاتنين هتساعدوا بعض، أنتم الاتنين هتشجعوا بعض، أنتم الاتنين هترفعوا بعض، والعكس زي ما قُلت، لو أنت طموحاتك عالية وهم لأ، فهم هيسحبوك لتحت لحد أمّا تبقى زيهم، أو على الأقل يمنعوك من التطوّر، يعني هتفضل زي ما أنت بس مش هتقدر تتطوّر أكتر من كده. كده إحنا خلّصنا تاني نقطة إنك أنت ما تخافش من الفشل وتقبله، وتحاول تختار الناس اللي حواليك كويس برضه. تالت نقطة بقى إنك أنت تركّز، ركّز كويس أوي. أنت مستحيل تقدر تحقق حاجة كبيرة وأنت تركيزك مشتت جدًا، من السوشيال ميديا بقى أو ماتشات الكورة أو مش عارف مين عمل إيه، وصاحبك اللي غدر بيك، وشوف مين بيلاقي حلاوة في الstory، وبُص فلان بيبُص لي إزاي، ومش عارف مين بيتكلم في ضهري. كل دي حاجات بتحرق في وقتك وطاقتك، ودول أغلى حاجتين معاك، خصوصًا لو أنت في نقطة الصفر، فأنت مش معاك أي حاجة غير وقت وطاقة، فإنك أنت تضيّع أهم حاجتين معاك بالإهدار ده وعلى أي حاجة تافهة وما تستاهلش، فدي أغبى حاجة أنت ممكن تعملها، وده اللي للأسف اللي 99% من الناس بيعملوه، إن هُم بيضيّعوا وقتهم وطاقتهم في حاجات مش هتعود عليهم بالنفع، يقعد ساعة ونُص يتفرج على ماتش الكورة وهو وراه مليون حاجة تانية، أو إن هو يقعد 3 ساعات بيتخانق مع واحد في السوشيال ميديا في موضوع دفاعه عن الموضوع ده مش هيعود عليه بالنفع بأي شكل، أو يقعد كام يوم متضايق بقى ومتضايق بسبب الخناقة اللي حصلت ما بينه وبين اللي بيسميه صاحبه، ويقعد بقى ينزّل ستوريات على قد إيه الصحاب في أجازة وغدر الصحاب، اللي هو يا اسطى أنت عبيط! أنت قاعد بتضيّع وقتك في إيه؟ بتضيّع طاقتك في إيه؟ أنت بدل ما تبقى قاعد تعمل حاجة لنفسك، قاعد بتضيّع وقت على ناس ما تستاهلش، على حاجات ما تستاهلش أي وقت ولا أي طاقة ولا أي اهتمام وتركيز منّك، أنت هتتحاسب على الوقت ده، يعني بدل ما أنت قاعد يا ريتك حتى نايم، أنت قاعد بتضيّع وقتك في حاجات بتحرق دمك فيها وتضايق نفسك ووقت وطاقة وكل حاجات بتضيع على الفاضي، ما بتاخدش فلوس، ما بتاخدش علم، ما بتاخدش حسنات، ما بتاخدش أي حاجة من وراها، فأنت بتعمل كده ليه؟ على الناحية التانية الواحد فينا مش بيضيّع دقيقة واحدة في حاجة مش بتنفعه، يعني لو لسه وراه شغل يعمله بيروح يعمله ويسيبه بقى من قعدة القهوة والّا الماتش اللي شغال ويسيبه من الكلام ده كله، لازم يخلّص اللي وراه الأول. وبدل ما يسهر على السوشيال ميديا أو برّه مع صحابه، يقول لك لأ، أنا يا إما أنام بدري، يا إما أقيم الليل وأسهر أشتغل على الحاجة اللي أنا عايز أحققها. وبدل ما يصرف فلوسه على الوجبات السريعة اللي بتتخن جسمه وبتتخن عقله، بيروح يصرف نفس الفلوس على الخضروات والشوفان والبيض عشان يغذي جسمه صح. ولما واحد يلقح عليه أو يغدر بيه، بيقول طز وما يضيعش دقيقة من وقته ولا طاقته عشان يرد عليه أو ينتقم منه. لإنه مش هيستفاد حاجة لمّا يضيّع وقته في حاجة عبيطة جدًا زي ده، ده شخص واحد وراه أهداف، وراه حياة فعلًا يعني، مش شخص فاضي إن هو يقعد بقى يرُد على كل واحد هيشتمه وكل واحد يستهزأ بيه، هو مش فاضي للكلام ده، هو مشغول بحاجات أهم بكتير، عنده أولويات صح، مضبوطة صح فعلًا الأولويات بتاعته، وده على عكس أغلب الناس. هتقول لي يا عم طب ال1% حياتهم مملة جدًا وكلها شغل أو تمرين أو دراسة، وال99% بينبسطوا ومرتاحين أكتر. هاقول لك إنك فاهم الدنيا كلها غلط. عشان أنت ربنا خلقك لتعمير الأرض، مش عشان ترتاح، الراحة دي في الجنة إن شاء الله لمّا تخشها. دي كده حاجة، الحاجة التانية إن فعلًا ال99% مبسوطين دلوقتي، وإن فعلًا ال1% تعبانين دلوقتي، بس يا ترى تصرفات ال99% وتصرفات ال1% هتوصّلهم لإيه بعد 5 سنين؟ ال99% هيكون يا إما عاطل، يا إما بيشتغل شغلانة تعيسة مش مبسوط بيها ودخلها قليل كمان، وغالبًا مش هيكون متجوز ولا جاب العربية اللي نفسه فيها ولا عايش في المكان اللي نفسه يعيشه فيه، وبرضه غالبًا هيكون بعيد عن ربنا، وغير كده هيكون جسمه بقى مش صحّي خالص، يا إما تخين، يا إما رفيع أوي، مدمّر نفسيًا وحاسس إن حياته ما لهاش قيمة، ويقعد يلوم الظروف والبيئة اللي حواليه إن هي السبب، وده للأسف واقع ومصير شباب كتير جدًا. على الناحية التانية ال1% في حالة إنه حقق هدفه في ال5 سنين دول، فهيكون بالفعل شخص سعيد وعنده حياة مستقرة، وفي حالة إن الهدف بتاعه كان مادي، فهيكون عايش في المكان اللي كان نفسه يعيش فيه، ومعاه العربية اللي كان بيحلم بيها من وهو صغير، ومتجوز البنت اللي بيحبها، وعايش أسعد حياة، وعنده أسرة سعيدة ولذيذة ومستقرة وصالحة وكل حاجة أنت نفسك فيها. أما لو في حالة إنه لسه ما حققش الهدف بتاعه في خلال ال5 سنين دول، فهيكون شخص سوي نفسيًا، جسمه رياضي، مثقف أكتر، واعي أكتر، شخص له قيمة فعلًا، شخص بيصحى من النوم عارف ربنا خلقه ليه، وبيسعى كل يوم إنه يحقق الغاية دي. شخص عايش لهدف بيدّي لحياته معنى كبير جدًا، على عكس واحد هو مش عارف ربنا خلقه ليه، يا دوب بيتفاعل مع الحاجات اللي بتحصل في يومه ومش متحكم في حياته. وملحوظة مهمة جدًا، 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 ما تجيش تقول لي الرزق مكتوب كده، كده وهاخده في كل الأحوال، ده أكبر سوء فهم للرزق، وعشان تفهم الرزق أكتر هاقول لك على كلام سيدنا علي رضي الله عنه. الرزق نوعان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فأما الذي يطلبك فسوف يأتيك ولو على ضعفك،
وأما الذي تطلبه فلن يأتيك إلا بسعيك وهو أيضا من رزقك، فالأول فضل من الله والثاني عدل من الله. معنى الكلام ده إنك أنت عندك نوعين رزق، نوع هييجي لك في كل الحالات سواء اشتغلتش أو اشتغلت، والنوع التاني هو الرزق اللي عمره ما هييجي لك غير لمّا تسعى، وده عدل ربنا فعلًا، إنك أنت الكافر لو سعى فربنا هيرزقه، والمؤمن لو ما سعاش ربنا عمره ما هيرزقه، غير الرزق اللي كان مكتوب له إنه هييجي له في كل الحالات، وده ما بيبقاش دايمًا يعني. وبكده أنت عرفت إزاي تفكر زي ال1%. أنا باقول لك على النقاط اللي أنا قُلتها بسرعة كده. أول حاجة آمن بقدراتك الشخصية، وتاني حاجة إنك أنت تقبل الفشل، وتالت حاجة إنك أنت تركّز ما تضيّعش وقتك ومجهودك على الحاجات اللي مش هتنفعك ولا تخدم هدفك. وإن شاء الله يكون الفيديو ده فتح دماغك على طريقة تفكير جديدة، ولو عايز تشوف الجزء التاني شوفه من هنا لو نزل، أما لو عايز تشوف فيديوهات تانية عن تطوير الذات فشوف البلاي ليست دي واشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد فتشوفه وتستفاد منه.